السلام عليكم. عمرك سألت نفسك قبل كده ازاي الأطباء أو الدكاترة الشرعيين بيعرفوا الوقت اللي الجثة ماتت فيه؟ يعني ايه يعرفهم إن الجثة ماتت من ساعتين أو من 10 ساعات مثلا؟ تعال نعرف مع بعض ازاي. الأطباء الشرعيين بيستخدموا كذا طريقة عشان يقدروا يحددوا فيها الوقت اللي ماتت فيه الجثة، والطرق اللي بيعتمدوا عليها دي بتركز على التغيرات اللي بتحصل في الجسم بعد الموت، زي درجة الحرارة وترسب الدم وحاجات تانية بتتأثر بالبيئة. أولا، درجة حرارة الجسم. أول حاجة بيعملها الدكتور الشرعي للجثة بعد الموت هو إنه بيسجل درجة حرارتها والوقت اللي سجل فيه درجة الحرارة، لأن أول حاجة بتحصل للجسم بعد الموت هو إنه بيبدأ يبرد تدريجيا لحد ما يوصل لدرجة حرارة المكان اللي هو فيه. واحنا عارفين ان درجة حرارة الجسم الطبيعية بتساوي حوالي 37.5، فبتقل درجة الجسم ده درجة مئوية واحدة تقريبا كل ساعة بعد الوفاة لحد ما توصل درجة الجسم لدرجة المكان اللي هو فيه. فالدكاترة بيقيسوها عشان يعرفوا الوقت اللي فات عن الوفاة، وطبعا درجة حرارة الجو واللبس اللي الجثة لابساه بيفرقوا في الموضوع ده، فبيحسبوا كل ده عشان يوصلوا للوقت التقريبي، لان القياس ده بيحدد الوقت في الساعات الاولى بس. اتنين، تيبس الجسم. الجسم بعد الموت بيبدأ يتصلب تدريجيا بسبب تراكم الأحماض في العضلات، والتصلب ده بيبدأ من 2 ل6 ساعات بعد الموت. وأول حاجة بتتصلب هي جفون العين والفك، وبعد كده بينتقل التصلب لباقي الجسم، وبعد حوالي 12 ساعة الجسم كله بيكون متصلب، وبعد يوم أو يومين بيرجع يرتخي تاني وتدريجيا برضه. فالدكاترة بيشوفوا درجة التيبس أو التصلب دي في كل العضلات عشان يعرفوا الوقت اللي فات على الموت. فلو كانت الجثة مرنة أو مرتخية فده يعني إنه الجثة توفت قريب، ولو كانت الجثة في مرحلة تصلب كامل فده يعني إنه ممكن تكون توفت قبل 12 ساعة. 3، ترسب الدم. بعد الموت الدم بيبدأ يترسب في الأماكن اللي من تحت في الجسم بسبب الجاذبية، وده بيعمل احمرار أو لون بنفسجي في الجلد. الاحمرار ده بيبدأ يظهر بعد حوالي نص ساعة لساعتين، وبعد 8 ساعات ل 12 ساعة الاحمرار ده بيبقى ثابت، ولو حد حرك الجثة بعد ما ماتت الدكاترة بيقدروا يعرفوه باختلاف أماكن الاحمرار. يعني لو في احمرار في أكتر من مكان ده معناه إنه الجثة اتحركت، فالدكتور بيضغط على الجلد في المناطق المحمرة دي، فلو الاحمرار أو اللون البنفسجي بيختفي يبقى الجثة توفت قريب، لو مش بيختفي بالضغط يبقى الجثة متوفى ليها أكتر من 12 ساعة. 4، تحلل الجسم. بعد يومين أو 3 أيام الجسم بيبدأ يتحلل، لأن البكتيريا والإنزيمات اللي في الجسم بتبدأ في تكسير الأنسجة، وده بيظهر في صوت انتفاخ وتغير لون الجلد وانبعاث ريحة مش كويسة. فبتظهر أول علامات التحلل دي بعد حوالي 24 ل 72 ساعة بعد الوفاة، والتحلل ده بيبقى سريع أو بطيء على حسب الظروف البيئية زي الجو والرطوبة. فالدكاترة بيقيسوا كل الحاجات دي عشان يقدروا يحددوا بيها الوقت اللي فات على الوفاة عن طريق التحلل. 5، حالة العيون. العينين كمان بتدي إشارة على وقت الوفاة، يعني بعد حوالي 3 ساعات من الموت بيبدأ يتكون غشاء رقيق على العين. كمان لو ضغطت على العين بعد فترة من الوفاة هتلاقي السائل اللي جواها بقى أقل صلابة، يعني تركيزه أقل، وده بيساعد برضه في تحديد الوقت اللي فات على الوفاة. 6، الأكل في المعدة. الدكاترة بيشوفوا الأكل اللي في معدة الميت لأن عملية الهضم بتاخد وقت معين تقريبا من 2 ل6 ساعات، من خلال الأكل ده اللي لسه موجود في المعدة أو اللي اتهضم بيقدروا يعرفوا إمتى الشخص أكل آخر وجبة، وبالتالي بيحددوا تقريبا وقت الوفاة. 7، الحشرات. لو الجثة بقالها فترة طويلة هتيجي عليها حشرات طبعا، فالحشرات دي بتساعد في تحديد الوقت اللي مات فيه الشخص، لأن في بعض الحشرات بتيجي وتحط بيضها على الجثة بعد ساعات من الوفاة، وبيتحول البيض ده ليرقات أو ديدان بعد وقت محدد. فالدكاترة بيقدروا من مراحل تطور البيض دي أو اليرقات يعرفوا الجثة بقالها قد إيه متوفي بدقة كبيرة، خصوصا لو عدى وقت طويل على الوفاة. وطبعا التقديرات دي كلها بتتأثر بعوامل تانية زي مثلا درجة حرارة الجو أو البيئة، فالجثث بتتحلل بسرعة أكبر في الجو الحار والرطب مقارنة بالجو البارد والجاف. وزي الملابس وحجم الجسم، فالشخص اللي لابس ملابس ثقيلة أو الشخص الضخم ممكن يفقد الحرارة بشكل أبطأ من الشخص الرفيع أو اللي لابس ملابس خفيفة. وزي كمان الظروف الصحية، ففي بعض الأمراض أو الأدوية ممكن تؤثر على التقديرات دي بعد الوفاة. الخلاصة إن كل العوامل دي مع بعضها بيساعد الأطباء الشرعيين إنهم يحددوا الوقت اللي الجثة ماتت فيه بدقة، سواء من درجة حرارة الجسم أو تيبس العضلات أو حتى الحشرات اللي على الجثة. كل حاجة من دول بتديهم معلومة تقربهم من وقت الوفاة. بس كده، ما تنساش تشارك الفيديو ده مع غيرك وتدعمنا بلايك واشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية.